ازيكم؟ كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل الكحك السريع مع بعض، نعمله بطريقة سهلة وسريعة ودايب وطعمه تحفة بجد، زي بتاع المحلات بالظبط، مش كلام فيديو على فكرة، دي حقيقة. تمام، خلينا بس متفقين كده. اول مرة اعمله معاكم فنتحمس كده مع بعض. عملته تقريبا والله في نص ساعة فعلا او في اقل كمان. هقول لكم على المقادير بالكوباية، وعشان نعمله بطريقه حلوه نعمل ايه بقى. اول حاجه عندي ربع كوبايه من الميه الدافيه في كوبايه عاديه. حط عليها معلقه من السكر صغيره ومعلقه من الخميره صغيره. هدوبهم كويس قوي مع بعض وهركنها على جنب تتفاعل بقى كده مع نفسها، والخميره يعني تشتغل. ناخد بالنا بس من شويه التركات اللي انا هقولها علشان يطلع معاكم مظبوط من اول مره وما يطلعش فيه اي مشكله. نجيب بقى طبق ونحط الحاجات الجافة. 3 كوبايات من الدقيق، تعايري بأكواب معيارية. عايزة تعايري بكوباية الشاي بلبن بتاعتك، عايزة تعايري بالكوباية اللي انا مستخدماها دي، براحتك. هحط رشة من الملح، هحط 3 معالق كبار من السمسم المتحمص، ومعلقتين كبار من السكر البودرة، ونص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة من ريحة الكحك، وهنحط معلقة صغيرة برضو من البيكنج باودر. تمام، واقلب المكونات الجافة دي مع بعضها. نقلبهم حلو قوي كويس قوي مع بعض عشان كل الحاجات تدخل كده مع بعضها. وبعد كده من علبة السمنة على طول هحط كوباية من السمنة. للمقدار ده كوباية من السمنة. هنحتاج سمنة تانية بس ده مش لكل يعني دي مش قاعدة، القاعدة المقادير اللي انا قلت عليها. تمام. طيب حسيت ان هي محتاجة العجينة هوريكم ازاي ما لمتش، بزود سمنة. طول ما العجينة ما لمتش زي ما انتم شايفين كده هنحتاج نحط السمنة. هنا كانت الخميرة تفاعلت معايا وظبطت خلاص، فحطيتهم بقى كده مع بعض. نعملها في مية، ما نعملهاش في لبن علشان اللبن هينشف الكحك واحنا مش عايزين كده. بصوا العجينة كانت مفرولة ازاي، دي ما كانتش مطلوبة. زودت تقريبا 3 معالق تانية كبيرة من السمنة على المقدار ده. بس ليه بقول لكم بقى دي مش قاعدة؟ علشان كل واحد وبيستخدم نوع دقيق مختلف عن التاني، وهو الدقيق اللي بيفرق في القصة دي. فاعملوها زي ما انا قلت في الاول خالص، المقادير زي ما هتلاقوها مكتوبة، ولو احتاجت هنزود معلقة واحدة واحدة. تمام، لحد ما نوصل ل اهو هعجن تاني زي ما انتم شايفين، لحد ما اوصل لفكرة ان انا اخد كورة صغيرة من العجين اكورها كده ما تتشققش مني. فاهمين قصدي؟ تبقى كده هي تمام ممتازة زي دلوقتي كده. كده العجينة بقت خلاص جاهزة عندي. هجيب بقى صاج وابتدي اشكل الكرات الكحك كده ونعمله صغير عشان يبقى شكله احلى. واستخدمي بقى اللي انت عايزاه. عندك بقى البتاع اللي هي اسمها ايه دي، اللي انا مستخدماها دي اللي بتنقش الكحك. عندك اللي هو منقاش بتاع زمان. هم- معلش. ممكن كمان مضرب البيض، اللي هو العادي السلك ده، او اللي هو المضرب البيض التاني اللي هو بتاع الجهاز، بكوباية اي شكل انت عايزاه تقدري ان انت تشكليه. المهم في الطعم. بعد ما شكلناه بالشكل ده نيجي بقى لأهم حاجة، التسوية. التسوية هدخله في فرن هادي يا جماعة، هادي يعني 180. اللي ما عندوش بقى درجات حرارة هنخلي درجة الحرارة هادية خالص، يعني اعملي مفتاح كده خليه هادي خالص. ضروري جدا ناخد بالنا من التسوية. هيقعد قد ايه؟ 12 دقيقة بالظبط، من 10 ل 12 دقيقة خدي بالك منه. اول لما من تحت ياخد لون حلو خلاص يبقى هو كده جاهز. اقفلي عليه وشغلي الشواية ياخد لون من فوق وكده يبقى تمام استوى. هسيبه مقربش منه خالص لحد ما يبرد تماما، ما تعملش معاه خالص آه وهو سخن عشان ما يتبهدلش مني. اسيبه يهدى وبعد كده ابتدي اتعامل معاه. ماشي، ناخد بالنا من الحاجات دي. بصوا هنا اللون غامق شويه من الكاميرا بس هو كان لونه مظبوط وكان طعمه مظبوط كده. تمام،
خدوا بالكم، اللي عايزين بقى تزودوا في الكميات ضعفوا الكميه اللي انا قلت عليها، يعني مثلا نعمل 6 كوبايات من الدقيق عليهم كوبايتين من السمنه، وبقيه الحاجات السمسم والحاجات دي عادي ممكن تتحط هي ما فيهاش فيها مشكله. وبس، يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي.